السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احباتي؟ عاملين ايه؟ النهاردة احنا جايين ان شاء الله لأول درس لسنة تانية ابتدائي في مادة الرياضيات. فأول ما قبل ما نبدأ نقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصل لكم كل جديد ان شاء الله ومفيد. يلا بينا على بركة الله. مادة رياضيات سهلة جدا وخفيفة ان شاء الله، ما تقلقوش. بس عايزين هنقوله شوية تعريفات الأول قبل ما نبدأ في أي حاجة وفي الشرح، لأن إن شاء الله هنشرح النهاردة 5 دروس بإذن الله تعالى. وإن شاء الله هيبقوا ولادي وولادكم مبسوطين جدا، لأن ولادكم هم ولادي برضو. ربنا يوفقنا جميعا إن شاء الله. يلا بسرعة على الدرس، يلا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع هنبدأ ونقول السلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا فلفول العجيب جايه لكم اجري علشان خاطر اعلمكم ازاي طريقه الحساب وحله. ها يلا بينا نجري بسرعه ونقول نبدا ونقول السلام عليكم ورحمه الله. علشان يلا ركزوا معايا بسرعه 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 بسرعه. يلا نبدا الدرس. اوعوا تنسوا ان انتوا تذاكروا وتبقوا كويسين وشاطرين زي ما انا شاطر. شوفوا بعمل رياضة وبمارس رياضة، محدش يقول عليا ان انا تخين وان انا ذكي، وعشان تخين مخي غبي. لا، انا شاطر شاطر. شوفوا بصوا. يلا هعرفكم انا شاطر قد ايه واقول لكم المنهج شكله عبارة عن ايه. يلا ها اعملوا معايا. اوعوا تفكروا الرياضة اللي هي الرياضة اللي انا بعملها دي، لا، الرياضيات اللي هي مادة الحساب. تمام؟ اوعوا تنسوا. يلا ها دي مش الرياضة اللي بقول لكم عليها، دي انا بعمل قوة واثبت لكم ان انا قوي وذكي. يلا نبدأ ونشرح المنهج. استنى يا فلافيلو، انت بتجري ليه ومتحمس ليه وهتفكر ان انا غبي وما بفهمش؟ لا، انا شاطر وانا حموري الاموري. احب اقولك ان منهج للصف التاني الابتدائي، منهج سنة تانية، بقولك انت والولاد الحلوين ان هو ان شاء الله في الترم الاول ده لازم نقول ونشرح الاول ونفهم المصطلحات والمفاهيم الرياضية اللي علينا السنة دي عشان نقدر نحل ونفهم الدروس اللي علينا. فلازم نقول ان الفصل الدراسي الاول الترم ده ان شاء الله يا ولاد عبارة عن 6 فصول منهجية او 6 فصول هتتشرح، كل فصل عبارة عن 10 دروس. تمام؟ كل ده هنقدر نفهم الاول، نفهم المفاهيم ونحفظها كويس وبعدين نبدأ نحل عليها المسائل. خلاص؟ اوعوا تنسوا يا ولاد. يلا بينا نتأكد. فاحنا هنبدأ ان شاء الله نشرح النهاردة بإذن الله تعالى 5 دروس بين الفصل الأول. مش احنا قلنا 10 دروس؟ هنقوله منهم 5 دروس إن شاء الله في الفيديو ده. خلاص؟ بس المهم أول حاجة هنعرف عدة مفاهيم نقدر نحفظها أنا وماميز كلنا، ونعرف المفاهيم دي بتقول ايه، وبعد كده نشرح وبعد كده نحل. اوعوا تنسوا، لأن المفاهيم هنقولها دلوقتي بسيطة جدا ولازم نحفظها. يعني كلمة بيانات يعني ايه اللي علينا، كلمة مجموعة يعني ايه، كل ده هنقوله دلوقتي. ما تنساش يا فلافيلو انت والولاد الحلوين تركزوا معانا كلنا. يلا بينا نبدأ. بسم الله بإذن الله. يلا يا جماعة احنا هنقول بالظبط الدرس عبارة عن ايه. اول حاجة جمع واحصاء البيانات. لازم نعرف يعني ايه جمع واحصاء البيانات. دي ال5 دروس ها وتفسيرها. نمرة 2 انشاء تمثيل بياني بالاعمدة مع استخدام الرمز اكبر من ويساوي واصغر من للتعبير عن المقارنات. تمام؟ نمرة 3 الترتيب لمجموعة من الأعداد من الأصغر للأكبر. 4 تحديد عناصر التمثيل البياني بالأعمدة. 5 تنظيم وتحليل البيانات عن طريق التمثيل البياني بالأعمدة. كل الكلام ده بسرعة هنقوله معناها ايه. ان انا لو انا عندي مثلا فول وطعمية ومش عارفة ايه، اقعد الم انا عندي كام طعمية ناكلوها وعندي كام طبق فول عشان نقدر نعمله. تمام؟ انشاء تمثيل بياني يعني ايه؟ يعني انا مثلا نشوف عندي كام شخص في البيت. عندي ده حاجات كده بلدي بسرعة عشان ما نضيعش وقت. كام شخص عندي في البيت؟ الكبير الاول ولا الاتنين قد بعض توأم ولا الصغير الاول، ونشوف مين الاولويات. فالكبير مثلا هياكل الفول والطعمية النون ومش هياكل، والاتنين التوأم ممكن ياكلوا زي بعض كده عشان اقدر اعبر عن المقارنات. الكبير هيلبس ايه، الصغير هيلبس ايه، وهكذا.
اللي بعده الترتيب لمجموعة من الأعداد من الأصغر للأكبر. نشوف العدد الصغير بيكون الأول الأكبر. هناخد بعد كده التنازلي والتصاعدي، فيما بعد تحديد عناصر التمثيل البياني بالأعمدة، كل ده نمثله بأعمدة. كل ده لسه هنشرحه. تنظيم وتمثيل وتحليل البيانات عن طريق التمثيل البياني بالأعمدة، يعني أنظمها وأرتبها وأعملها في هيئة أعمدة. تمام. يلا نفهم ده كله عبارة عن إيه. يلا ندخل الأول قبل ما نشرح على الأسماء والمصطلحات والمفاهيم اللي احنا المفروض نعرفها معرفة جيدة جدا. تمام. احنا كنا قايلين الخمس دروس وقلنا المصطلحات التخينة أو بس في مصطلحات سهلة جدا الأول لازم نعرفها، لأن هي دي اللي هتبقى عناصر البيانات والرسوم البيانية والأعمدة. زي ايه؟ زي الأربع فصول كم فصل في السنة. كان فصل مش فصل المدرسة، لا كان فصل احنا المناخ، يعني 4 فصول في السنة اللي هم الربيع والصيف والخريف والشتاء. قولوا ورايا: الربيع والصيف والخريف والشتاء. الربيع والصيف والخريف والشتاء. الربيع والصيف والخريف والشتاء. 4 فصول. كل فصل يا ولاد 3 أشهر. كل فصل 3 أشهر. قلنا الربيع بيبدأ في 20 مارس اللي هو بتاع عيد الأم، اللي تاني يوم 21. الربيع يبدأ 21 مارس حتى 19 يونيو، يعني من شهر 3 لحد شهر 6. فصل الصيف بيبدأ من 20 يونيو، يعني تاني يوم على طول ما يخلص فصل الربيع، لحد 19 سبتمبر. تمام. من شهر 6 لحد شهر 9. تمام. يبقى فصل الربيع يبدأ من 20 مارس حتى 19 يونيو. فصل الصيف يبدأ من 20 يونيو لحد 19 سبتمبر. يبقى فصل الربيع 3 شهور، فصل الصيف 3 شهور. هندخل على فصل الخريف برضو 3 شهور. تمام. وبيبدأ من بعد 19 سبتمبر اللي هو 20 سبتمبر إلى 19 ديسمبر، ده شهر 2. 19 ديسمبر ده شهر 2. ندخل على فصل الشتاء، بيبدأ من 20 ديسمبر. تمام. لحد مارس. من 20 ديسمبر لحد مارس. تمام يا ولاد. والمفروض بيبدأ من 20 ديسمبر لحد مارس. تمام يا حبايبي. يبقى فصل الخريف يبدأ من 20 سبتمبر ل 19 ديسمبر. من 20 سبتمبر ل 19 ديسمبر، اللي هو 19 ديسمبر ده اللي هو آخر شهر في السنة، اللي هو شهر 12. فصل الشتاء بيبدأ من 20 ديسمبر لحد 19 مارس. يبقى كل فصل عبارة بيساوي 3 شهور. كل فصل 3 شهور يبقى فصل واحد. عدد الفصول السنة كلهم 4. نضرب ال3 في 4 ب12. انتوا لسه ما خدتوش جدول الضرب، بس هي لو بصوا 3 شهور و3 شهور، طلع على ايديكوا 3 شهور و3 شهور و3 شهور و3 شهور، هيدوكوا 12 شهر. تمام. يبقى كل فصل 3 شهور، وعدد الفصول 4 فصول في السنة كلها. ال4 فصول في ال3 يدوني 12 شهر. يبقى عدد شهور السنة كام يا ولاد؟ 12 شهر. عدد شهور السنة الميلادية، هنقول أغنية دلوقتي. عدد شهور السنة الميلادية 12 شهر. عدد شهور السنة الميلادية 12 شهر. تمام. يلا بينا نغني الأغنية ونعرف إن كام. قلنا 12 شهر، بس أساميهم إيه؟ يلا نعرف بسرعة أسامي شهور السنة الميلادية. يلا يا حبايبي قولوا ورايا: شهور السنة الميلادية 12 شهر يا عينيا. شهور السنة الميلادية 12 شهر يا عينيا. شهور السنة الميلادية: يناير ده شهر 1، يناير شهر 1، يناير شهر 1. فبراير ده شهر 2، فبراير ده شهر 2، فبراير ده شهر 2. مارس شهر 3، مارس شهر 3 ده في عيد الأم والربيع. أبريل شهر 4، أبريل شهر 4، أبريل شهر 4. مايو شهر 5، مايو ده شهر 5، مايو شهر 5. يونيو شهر 6، يونيو شهر 6، يونيو شهر 6. يوليو شهر 7، يوليو شهر 7، يوليو شهر 7.
أغسطس شهر 8 ده حر جدا. أغسطس شهر 8. سبتمبر شهر 9. سبتمبر شهر 9. سبتمبر شهر 9. أكتوبر ده الشهر ده. أكتوبر 10 الشهر ده. أكتوبر 10 الشهر ده. نوفمبر شهر 11. نوفمبر شهر 11. نوفمبر شهر 11. ديسمبر آخر شهر. شهر 12. ديسمبر آخر شهر. شهر 12 ديسمبر. هوبا، ايه اللي انا سامعه ده؟ استنى يا حموري انت وفلافيله، انتوا نسيتوا تقولوا ان الشهور عبارة ل 12 شهر، يا اما 30 يوم يا اما 31 يوم، وفي شهر واحد اللي هو فبراير 28 او 29، سواء كانت السنة كبيسة او سنة بسيطة. صح، نسيتوا تقولوا الحتة دي ليه بقى؟ كمان نسيتوا تقولوا ان الشهر لوحده عبارة عن 4 اسابيع. الشهر فيه 4 اسابيع. الشهر فيه كام يا ولاد؟ 4 اسابيع. تمام، الشهر فيه 4 اسابيع، والاسبوع فيه 7 ايام. الاسبوع فيه ايه؟ 7 ايام. الاسبوع فيه 7 ايام. يبقى الشهر فيه يا اما 30 او 31 يوم، والشهر فيه 4 اسابيع، وكمان الشهر فيه 30 يوم، ما تنسوش دي. الشهر فيه 30 يوم، والأسبوع فيه 7 أيام. الأسبوع فيه ايه يا ولاد؟ 7 أيام. الأسبوع فيه ايه يا ولاد؟ 7 أيام. الأسبوع فيه ايه يا ولاد؟ 7 أيام. نسيتوا تقولوا الكلام ده ليه يا فلافيلو؟ انت وحموري، اوعوا تنسوا تقولوا للولاد ان الأسبوع فيه 7 أيام. الأسبوع فيه ايه؟ 7 أيام يا ولاد. ان الاسبوع وكمان يا فيه ولاد 7 ايام. نعيد الاسبوع ونزيد، فيه الأسبوع 7 ايام. فيه الاسبوع فيه 7 ايام. الاسبوع فيه 7 ايام. اليوم الواحد، زي مثلا لو يوم السبت، في 24 ساعة. في 24 ساعة، يعني نقول الساعة 1 2 3 4 5 لحد الساعة 1 بالليل، تبقى 12 ساعة. ونرجع لواحدة اللي هي تاني يوم، اللي هي 1 الظهر، دي تبقى ال24 ساعة. اليوم 24 ساعة. الساعة كام يا ولاد؟ 60 دقيقة. الساعة كام يا ولاد؟ 60 دقيقة. الساعة 60 دقيقة. الساعة 60 دقيقة. والدقيقة 60 ثانية. 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 ما تنسوش كل اللي احنا قلناه. وقد انطلق صاروخ أيام الأسبوع. هيا بنا نقول، يلا قول ورايا أغنية: أيام الأسبوع 7. 7 7 هي 7. أيام الأسبوع 7: السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس والجمعة. 7 7 هي 7. أيام الأسبوع 7: السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس والجمعة. يبدأ الأسبوع يوم السبت. يبدأ الأسبوع بيوم السبت وينتهي بيوم. يلا ندخل على تعريف بعض المصطلحات والمفاهيم الرياضية اللي احنا كنا قايلين عليها. تمام، يلا بينا عليها اللي احنا كنا قايلين عليها في الأول الفيديو. أنا رجعت تاني، أنا حموري. فلازم أسألكم: ما المقصود بالرسم البياني؟ أعرفكم يعني إيه الرسم البياني. الرسم البياني أو المقصود بالرسم البياني هو رسم توضيحي بيوضح، تقريبي بسيط وسطحي، لتوضيح عمل أو فكرة، وهو من الأدوات التي تساعدنا على مقارنة أجزاء من البيانات والمعلومات. انتوا شايفين اهوت أعمدة زرقاء وحمراء وبيربل وخضراء، دي بتعمل عملية تقريب، بترسم وتوضح، تقريبي يعني بسيط وسطحي، عشان تعرفني فكرة أو عمل معين. ودي أداة من الأدوات اللي توضيح ومقارنة البيانات. يعني ممكن العمود الأزرق بيتكلم عن إنسان طوله 160 سنتي أو والأحمر 150 والبنفسجي 130، فبتقارن. طيب، أنواع الرسم البياني أو التمثيل البياني، في قلنا النوع ده اللي هو التمثيل البياني بالأعمدة. بالعمود نكتب تحتيه مثلا الأطوال 160، الطول 130 اللي هو اللون الأحمر، وهكذا.
وفي هنقوله التمثيل البياني بالصور، بس خلينا دلوقتي. يبقى الرسم البياني ده رسم توضيحي لإجراء المقارنات، رسم توضيحي لإجراء المقارنات. تمام. فالأعمدة البيانية هي طريقة تستخدم للمقارنة باستعمال أعمدة وأطوالها. فقد تكون الأعمدة مفردة، يعني ممكن نقول 1 2 3 4، أو مزدوجة 2 4 6 8 بين مجموعة الأشخاص في شيئين مختلفين، كالمقارنة زي ما قلت لكم بين أطوالهم أو أعمارهم مثلا. يعني نجيب مثلا الفصل عندكم في المدرسة ونقول الطلبة اللي سنهم مثلا يعني من سن 8 سنين ل9 سنين، أو من 7 سنين ل8، نشوف عددهم في الفصل قد إيه ونكتبهم. برضو الأطوال اللي نشوفوا الطلبة اللي طولها مثلا 90 سنتي، 85 سنتي، ونقيس اللي كلهم مع بعض مثلا 85 سنتي، يتكتبوا في عمود واحد، نعدهم إذا كان طالب 2 3 ويتكتب. كل ده احنا هنفهمه لكم. يبقى الأعمدة البيانية طريقة تستخدم للمقارنة، بستعملها عشان أقيس مثلا أطوال، أعمار بين أشياء مختلفة لإجراء المقارنات، سواء فردية أو مزدوجة. زي ما انتوا شايفين يا ولاد اللي هون الصور، ده اسمه رسم بالصور. شفتوا الكوبايات العنب 1 2 3 4 5 6، 6 كوبايات عنب، والبرتقال 1 2 3 4 5، 5 برتقالات، 5 كوبايات برتقال. عايزين نقارن، نطرح العنب من البرتقال، 6 كوبايات ناقص 5 كوبايات، يبقى فاضل كوباية عنب واحدة. وهكذا برضو نعمل مقارنة بين عصير الفراولة وعصير الموز. عصير فراولة 1 2 3 4 5 6 7، 7، والموز ما شاء الله 8، يبقى 8 برضو ناقص واحد، بنحط الكبير الأول وننقص. يبقى النوع التاني من التمثيل البياني هو التمثيل البياني المصور. المصور، أي باستخدام الصور باعتبارها مقياس الوحدة. يعني كل صورة بتبقى واحد. هنا صورة كوباية العنب، ادي كوباية عصير العنب واحد. بعد كده نعد كوباية 2 3، يبقى الصورة تمثل عدد واحد. ممكن نجمع الصور او نطرحها حسب ايه ما هو بيطلب مني. والمقارنة بينهم، ممكن يقولك هات مجموع عصير العنب مع عصير البرتقال. يبقى عصير العنب قلنا 6 زائد عصير برتقال 4، يبقى 10 أكواب عصير عنب وبرتقال. تمام كده عرفنا المقارنة. يبقى النوع التاني من التمثيل البياني هو التمثيل البياني المصور، وكل صورة بتمثل مقياس وحدة، تمثل عدد واحد، تمثل مقياس وحدة، تمثل عدد واحد. ممكن نجمع أو نطرح، والمقارنة بينهم نشوف مين الأكتر ومين الأقل، عشان ندخل دلوقتي في الزيادة والنقصان. تمام. يبقى تاني التمثيل البياني ده بيبقى مصور باستخدام صور باعتبارها مقياس الوحدة، تمثل عدد واحد. إما بنجمع الصور أو نطرحها. والمقارنة بين تمثيل بياني مصور باستخدام الصور بمقياس وحدة، عدد واحد، كل صورة تمثل واحد. وبكده نعرف إن الرسم البياني اللي احنا بندرسه إن شاء الله، الرسم البياني ده عبارة عن إيه؟ رسم البيانات والمعلومات الواردة في الموضوع اللي احنا بندرس المقارنات له. يعني لو بندرس مجموعة الطلبة الأوائل والمتفوقين، فهنعمل رسم البيانات والمعلومات التي وردت في هذا الموضوع. تمام. التي تم دراستها أو تجميعها. ممكن يجمعوا عشان يعملوا مقارنات، يجمعوها عشان يعملوا مقارنات، تجميعها لموضوع معين لإجراء المقارنة، لإجراء المقارنة. تمام، لإجراء المقارنة. خلاص كده واضحة مفهومة. يبقى الرسم البياني رسم البيانات والمعلومات اللي تم تجميعها لموضوع معين لإجراء مقارنات. ماشي تمام. يلا، فاضل مصطلح أكبر من أو أزيد من أو يزيد عن، وهذا يسمى ترتيب تصاعدي. يعني من الصغير للكبير، من الأصغر للأكبر، ده ترتيب تصاعدي. ومصطلح العكس تماما اللي هو أصغر من أو ينقص، يعني عملية ناقص عن، وهذا يسمى ترتيب تنازلي. تنازلي يعني ايه؟ يعني من الكبير للصغير، من الكبير للصغير. ومصطلح العد بالقفز 2
والعد بالقفز 10، يعني 10 ده يعني عشرات. تمام. يبقى في مصطلح أكبر من أو يزيد عن أو أزيد من، وفي مصطلح ده طبعا ترتيبه تصاعدي من الصغير للكبير، كأننا طالعين من الدور التاني للدور التالت، نشوفوا كام سلمة نطلعهم كده، بنزود السلالم من الأصغر للأكبر، أول سلمة تاني سلمة تالت سلمة وهكذا. مصطلح أصغر من أو ينقص عن، وهذا ترتيب تنازلي، يعني أنا نازل من الدور الرابع للدور الثالث، طبعا بنقص من الأعداد بتاعة السلم، يبقى من الأكبر لو هم 20 سلمة، من الأكبر 20 19 18 وهكذا. نيجي لمصطلح العد بالقفز، يعني بقفز 2 عددين، بقفز عددين. أما والعد بالقفز 10 أعداد، يعني عشرات، يعني 10 20 سواء تنازلي أو تصاعدي، الاتنين واحد، 10 20 30 40 50 60 وهكذا. نيجي على أكبر أو أزيد أو يزيد، العلامة اهي شايفينها اللي هي أكبر، اللي علمت عليها بالبيربل، حتى لو كتبتوا كلمة أكبر هتلاقوا العلامة عليها اهي، أكبر اهي شايفينها، هي حرف الكاف بالظبط. تمام، دي علامة أكبر يعني أزيد، فاحنا بنقول 8 أكبر من الستة. تمام. وهنا مصطلح أصغر من أو ينقص عن، العلامة اللي هي علامة أنقص أو أقل اللي معمولة بالبيربل. تمام. فتلاتة أقل من ستة، أقل من يعني معناها ترتيب تصاعدي، التلاتة ونرجع نصعد تبقى أربعة، بعدها خمسة، بعدها ستة، يعني من الأصغر إلى الأكبر، ده ترتيب تصاعدي. تمام. من الأصغر إلى الأكبر، من الأصغر إلى الإيه الأكبر، ترتيب تصاعدي. يبقى احنا قلنا الأصغر من أو ينقص عن، ده اسمه ترتيب تصاعدي من الأقل إلى الأكبر. طيب لو كان أكبر من أو يزيد عن، يبقى ترتيب تنازلي، لأن السبعة مثلا تزيد عن الستة، كده نزلت وهكذا. طيب العد بالقفز 2 عددين، سواء تصاعديا أو تنازليا، يعني بنيجي نقول 2 بعدها ايه 3، فمش مكتوبة، بنط واروح قايلة 4 على طول، انط الاربعة ما اقولش 5 واروح قايلة 6 على طول، يعني 2 4 6 8. يبقى ده هنا القفز رقمين تصاعدي من العدد الاصغر الى العدد الاكبر. يبقى العد بالقفز 2 هنا تصاعدي، لان قلنا 2 من صغير لكبير، 2 4 6 8. طب العد بالقفز رقمين تنازلي، اي من الاكبر للاصغر، يعني بدأنا من التمانية اللي عاملاها لكم بالاخضر اهي، وجيت على السبعة ما بكتبهاش، يبقى تمانية مفيش سبعة، نقول ستة، لان هنا قفزنا عددين بعد التمانية، سبعة ستة، والستة بعدها قبلها سوري خمسة واربعة، يبقى تمانية ستة أربعة، يعني ده زي ما بيقولوا كده أعداد زوجية. لو جينا الفايف الخمسة يبقى أعداد فردية، خمسة نقفز يبقى تلاتة، وقبل التلاتة واحد. عرفنا العد بالقفز تصاعدي أو تنازلي بالعشرة، يعني عشرات، يعني بنط عشرات على طول، سواء تصاعدي من الصغير للكبير أو تنازلي. تصاعدي يعني 10 20 30 40 50 60 70 80 90، بقفز عشرات، يعني 10 سلالم كده على بعضهم، بقفز 10 10 20 30 40. تمام، هو ده العد بالقفز تصاعدي أو هنا تصاعدي 10 أرقام أو 10 أعداد، 10 بعدها 20، بعد 20 30، نطينا 10 على طول، بعد 30 40 عدينا 10. تمام. يبقى ده العد بالقفز تصاعدي، العد بالقفز تصاعدي يعني من الصغير، لأن العشرة دي صغيرة، بعدها العشرين أكبر، بعدها التلاتين أكبر، بعدها الأربعين أكبر. وآخر مصطلح إن شاء الله في الدرس النهاردة العد بالقفز التنازلي، 10 برضو زي التمانين، بنزل بقى قبل التمانين 70، قبل التمانية ايه يا ولاد 7، خانة العشرات الزيرو، وقبل السبعين 60، وقبل الستين 50 وهكذا. تمام. يبقى آخر مصطلح اللي هو القفز بالتنازلي، 10 بقفز 10، بس هنا تنازلي من الكبير أنزل للصغير، من التمانين للسبعين،
ومن 70 ل60 وهكذا. وكده خلصنا يا ولاد ان شاء الله الشرح، وان شاء الله استنونا بالفيديو القادم بإذن الله. ان شاء الله الفيديو القادم هيكون بإذن الله تعالى تدريبات على كل اللي احنا قلناه، وأسئلة للكتب الخارجية ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموا الجرس وتفعلوا الجرس ان شاء الله ليصل لكم كل جديد ومفيد بإذن الله، ويا رب يكون في ميزان حسناتنا. معلش انا سهرانة وتعبانة. يا رب بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتوفيق.